على الرغم من تصاعد مطالب جماهير الوداد البيضاوي برحيل المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا عقب الإقصاء من كأس العرش أمام المغرب التطواني من 1-0، إلا أن انفصال النادي عنه يبدو صعبا في الوقت الحالي لسببين رئيسيين. أولا، يلوح في الأفق موعد الديربي المرتقب أمام الغريم التقليدي الرجاء الرياضي يوم السبت المقبل. بالإضافة إلى ذلك، يسعى الوداد جاهدا لضمان احتلال مركز الوصافة في الدوري المغربي للمحترفين، وهو ما قد يمثل طوق النجاة لموسمه ويمنحه بطاقة التأهل لدوري أبطال إفريقيا في الموسم القادم. ثانياً، تكمن العقبة الأخرى في قيمة التعويضات المالية الكبيرة التي سيتكبدها النادي في حال قرر إقالة موكوينا، إذ يمتد عقد المدرب ل3 مواسم، ويحصل هو وطاقمه المساعد على راتب سنوي باهظ يقدر ب1,000,000 دولار أمريكي. يذكر أن موكوينا كان قد تعهد في وقت سابق بالرحيل عن الفريق دون الحصول على أي تعويضات في حال فشله في إنهاء الدوري في مركز الوصافة، وهو اتفاق تم بين الطرفين في بداية الموسم الحالي.